يسلمك في موضوع كلفني طول العمر اني اكلمكم فيه. الله يسلمك. موضوع الشركة STMI الله يسلمك. ونحاول طال عمرك ان نحل هالاشكالية، وحبيت ان نرجع لكم. الله يسلمك. حليتوه خلصتوا انتم. انا اطلقتوا صراحة الناس اللي كانوا جانيين وسمحتوا لهم بالسفر، خلاص حليتوه. انتم حليتوه بدون رجوع لحد، حتى بدون رجوع القضاء. الله يسلمك. اي بس طال عمرك الموضوع هذا، اي معليش، الموضوع هذا عشان ولد سعود بن نايف دخل وشراه من وراء وخذوا اعمالنا وخذوا كل شيء، يعني صار الموضوع يخص طويل العمر. هذا غير منطقي يا اخي. طويل العمر الان عمله كوزير داخلية على عيني وراسي، كولي عهد على عيني وراسي، تدخل في ورث البندري بن عبد العزيز، تدخل في حقوقي، تدخل في اعتداءات ابوي. هذا ما يحق له، بس ما يحق له لا شرعا ولا غيره. هذا شيء تعدى الحدود. بس سمو الامير تركي الله يسلمك. بس معليش وانا اخوك اسمع، رب الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس الحكم ما وهبهم عشان يطغون في خلقه او يظلمونهم، وهبهم الحكم عشان يعدلون. فالعداله الا تعتدي على حق احد ولا تاخذ حق احد. حتى وكيلي مسكين طقوه وسجنوه واخذوا عليه تعهد، يعني هذا غير منطقي. هذا اللي يصير الان في البلد شيء ولا يصير في ايام هتلر ولا فرعون ولا غيره. بس طال عمرك ترى يمكن ان هذه ما هي من سمو لا منه. لا سمو الامير نايف ما ادري من ودى له خطاب وجاب واحد من الوكلاء حقوني له دخل في الموضوع، لا دخل في الورث، وضربوه وقالوا له اكتب تعهد ومنعوه من انه ياخذ ويطالب في حقه. هو يعني ولد ناس، ما هو يعني ابوه امير قبيله. انتم الان بدل ما تجلسون توحدون في البلد، وبدل ما ترضون اهل البلد، وبدل ما تصلحون في البلد، تقومون تنفرون اهل البلد منكم وتخلونهم على ايش؟ وش سوى هو مسكين؟ ولا ياخذ مني راتب حتى لما طق. وبعدين هذه كلها في سنك. الامير نايف الله يسلمه ويطول عمره قد ارسل خطاب لامي في حياتها، وقد حط لي مرتين على البلاك ليست، وارسل خطاب لامي قال اني انا ابغى اسوي انقلاب. والحمد لله طلع واحد من عيالهم اللي كان بيسوي انقلاب مو انا. عموما بغض النظر عن كل حاجه، الاشياء هذه اللي تنسب الان، انتم الحين تدخلون في شركه يا اخوي احمد، وانتم اعمالكم اهم في اشياء الداخليه وفي ذا. انا استغرب الداخليه بالضبط هي وزاره التجاره والصناعه، او هل هي حكم قضائي؟ يا جماعه الخير، انتم تقولون انكم بلد قائم على دستور القران، طبقوا هالكلام. بس طال عمرك ان احيانا نعمل، طال عمرك نحاول نساعد يا سيدي مساعده وش هي؟ الامير سلمان سجني لما طالبت في حقي من واحد اسمه الراجح. زين، سجني وقال اكتب تنازل عن حقك وحق امك. هذه مساعده؟ هذه مساعدتكم اللي تسوونها يا اخي؟ خلوكم منطقيين يا جماعه الخير. عموما انا اقول لك اياها بكل امانه، كل اللي سويته الله يسلمك ما محفوظ. يعني هو الان انا رافع محاكم لاهاي، وان شاء الله سبحانه وتعالى بينصف لي بحقي. وانا كل هذه عندي اوراق واثباتات بادله، لانه المنطق. اسمع يا سيدي الفاضل، اسمع اخوي احمد، انا لا احب اطلع على احد، وكلمت خالي مقرن وحاولت ورسلت خطابات. انا لا ابغى لا منصب ولا مكان، ولا يهمني بقاء الحكومه او زوالها. هذا امر الله سبحانه وتعالى. انا يهمني حاجتين في الدنيا: 40 سنه والبندري بنت عبد العزيز وعيالها يضامون ويأخذ حقوقهم ويظلمون. لا والله سلبوها ولا خذوها منح ولا اعتدوا على حق احد، ولا هم الله يكرمك عيال زنوه، ولا هم سمرمد. يا اخي حنا نبي نعرف بس حاجه واحده، هم بحاجه لشيء من عندنا يعلمونا نعطيهم، لكن ما ياخذون غصب. بس طال عمرك انا ودي يا سمو الامير انك انت بنفسك تجي وتقع على الواقع بنفسك. اجي عشان انسجن، عشان انهان. لا هي اقول اخوي حبيبي، انا كنت هناك وانهنت. انا لفق لي من التهم اني اهرب هيروين وانا دخان ما ادخن، وانا كنت ضابط نقيب. انا قعد لي نايف بن عبد العزيز الى خلاني استقيل من الحكومه. لا بس طال عمرك قد ما تكون المعلومات عندك صحيحه. لا ما هي صحيح. انا يمكنني كنت شغال في كوكب اخر يا اخي. انا اللي ملفق عليه التهم. اي بس خلك قريب منا طال عمرك. قريب من ايش؟ انا لما رحت اسكي في مركز شرطه، رحت اسكي على واحد مركز شرطه، انا اوقف
ووهان، وهذاك يطلع يتمشى. اي بس ما تقدر طال عمرك تعالج المشاكل وانت هناك. الله يسلمك. لا بعالجها ان شاء الله. انا شوف اخوي، انا ببذل جهدي وبرفع قضاياي، وانا ان شاء الله خلاص قبلت الحمد لله، قبل اللجوء الدبلوماسي حقي الان، وقبل ان شاء الله قضيتي في لاهاي الان، وان شاء الله بيعلن عنها ان شاء الله قريب جدا تسمعونها. ليه ما اقدر اعالجها؟ وهذا نظامكم يقول في قضاءكم واللي وقعتوا على محاكم لاهاي انه اذا لم يستطع الشخص اخذ حقه في محاكم السعوديه يستطيع اللجوء للقضاء الدولي. هذا نظامكم مو نظامي انا. اي بس طال عمرك المحاكم في ذا بتعطيك حقك. من يقول عندك شرع انت؟ عطني شيء يثبت عندك شرع يا سيدي. تعال طال عمرك قدم قضيه للمحكمه. قدمت وجرب. الله يسلمك. عندي تسجيلات المحكمه، وعندي تسجيلات قاضي العائله، يسمونه قاضي العائله، وعندي قدمت قعدت فيها يا اخي. اذا قاضي مقدم معطل اراضينا 11 سنه، ماتوا اخواني ما قدروا يبيعون فيها. 11 سنه معطلها قاضي عشان احط مكتب عقار عليها على ورقه مزوره، واثبت انها مزوره، ورحت للحيدان وكذب علي الحيدان 5 مرات انا وامي الله يرحمها، وعندي ما يثبت بالاوراق والثبوتيات. ورحت لرئيس المحكمه وقلت له يا شيخ ما يصير، هذا اللي صاير وهذا اللي صاير وهذا اللي صار. قال لي طيب روح للشرع. قلت يا اخي انت الشرع وش تقول لي روح الشرع؟ وقلتها في التلفزيون. حتى عن ايش طال عمرك؟ قلت عندنا قضايا من 25 30 سنه، عندنا قضيه البقره، نائب بن عبد العزيز او من يمثل اللي هو صالح كامل شكلوا ذيك الايام لجنه بامر الامير نايف رئيسه، وعندي الاوراق اللي تثبت رئيسها تو طالع بالحكم تزوير، حاطين رئيس اللجنه بامر نايف بن عبد العزيز. الان ما حلت مشاكل ارض البقره في المدينه. تحكي عن ايش يا اخوي انت احمد؟ تحكي عن حاجات ثانيه انا غايب عنها. الله يسلمك. انا بقول لك طال عمرك، انا يا سمو الامير اتمنى انك معنا في ذا، وابشر بالخير. الله يسلمك. ابى سؤال اخوي احمد، ابى اسالك تضمن مكانتك عند ربي انت؟ ما حد يضمن مكانته. اما نفس الشيء انا ما اضمن الناس. الله سبحانه وتعالى يقول واما ان خفتم من قوم خيانه فانبذوا اليهم على سواء فان الله لا يحب الخائنين. انا خنت اكثر من 40 مره او 50 مره، تبيني امنهم؟ والله ما امن واحد فيهم، من اكبر واحد لاصغر واحد ما امنهم يا حبيبي. اخواني ماتوا 3 مقتولين و3 مسلوبين حقوقهم مقهورين خارج المملكه، واحد منهم ما يقدر يدخل بنته للمستوصف، فلوسه ماخوذه وحلاله ماخوذ، امي ما يتم مقهوره. تبيني امن الناس زوجوا ابوي على واحده فاتحه مكان دعاره في الرياض ومكان دعاره في جده، ولا الان انتم كلكم عارفينه ولا تقدرون تصكونه. خلانكم خابطه. بس طال ما عليه طال عمرك. هذا الكلام لا تقوله لواحد مثلي يعرف كل شيء. اسمع الله يطول عمرك. انا قلتها للشيخ، كلمني الشيخ شو اسمه العريني ما ادري شو اسمه حق العائله. قلت له يا شيخ وجودي او عدم وجودي ما له دخل في شرع الله سبحانه وتعالى. يا اخي طبقوا شرع الله. انتم ليش تخافون من شرع الله؟ طبقوا شرع الله وانتهينا. انت بوجودك طالع. لا وجودي ما يسوي شيء. شوف احمد، انا ماني غبي، انا ما احط راسي تحت رجل احد. انا اللي يرونه بعلى رؤوسي ما رابط في رجلي. اي واحد طاغي ما احدد اسماء يرى براسه شيء اراه في اسفل رجلي. انا الحمد لله لا ابغى اخطي على احد ولا ابغى اذنب على احد، لكن لن اقبل احد يخطي علي وعلى كرامتي اطلاقا من ما يكون. وطال عمرك ما حد ان شاء الله اخطوا. لا اخطوا كرامتك محفوظه يا لا ابدا. عندكم اقسم بالله ابدا ما تنحفظ ابدا. عندكم اعوذ بالله ما ابدا. اقول عاد جربنا تعلمنا وجربنا عاد هناك. الله يسلمك. والله ظهر اني مؤمن ما الدغ من جحر مرتين. واضح من اعمالكم وش صاير. الله يطول عمرك في البلد. لا لاننا نحاول نساعدك. الله يسلمك ونحل المشاكل. ما يحتاج. انتم ما رجعتوا لي خلاص. اعطيتوا امر للشرطه باطلاقهم. الشرطه اطلقوهم وراحوا خلاص. ناس عندهم في المحاكم خيانه امانه، وناس عندهم ذا، ومنهم مو من عندي من ايام سعود الله يرحمه. الدعوه محفوظه عليه مطبوقه من ايام سعود. اجل هل القضيه مع شركه STMI ما ودك تاخذ حقوقك منها؟ الله يسلمك. والله حبيبي في حقوق اكبر منها ضاعت الان. STMI خذيتوها وحولتوها وسويتوا اللي تبغون طال عمرك ما يحتاج يعني. وبعدين حتى حقوق اللي عند الناس عند ذا استلمتوها. وش انت حد باقي طال عمرك حقوق الشركه اكثر من 15 مليون نبغى نستحصلها ونعطيك حقك منها.
يعني المسألة الداخلية طال عمرك أجل مكتب خدمات. لا ما هو بالداخلية، الداخلية يبغى يحل المشكلة طال عمرك بس. والله العظيم أقول طال عمرك والله العظيم إني أستغرب وبس، أستغرب عندكم أمور أهم من هذه كلها، وإنكم ترسلون خطابات كلها موجودة ومعنونة عندنا عموما. كل هذا على يا أخي ما كفاكم الاحتكار، ما كفاكم خيام محمد اللي سواها حقة الحريق حولتوها باسم التميمي، ما كفاكم مكاتب الخدمات اللي جبنا افكار هذيك الايام سربها العواجي وعطاها الكل وعلى الهواء وعلى مزاجه والحمد لله ما نجحت. ما اشياء كثيره عندنا اثباتاتها وادلتها، وبعد برضو على السيمي بعد لاحقين. الله يستر اخوي والله ما نبغى. اقول اخوي احمد انا استغرب. قال ابوي عبد العزيز الله يرحمه قال كلمتين لهم، قال اختاروا بين ثنتين، يا حكم يا تجاره، ما تحصل الثنتين. ولكن مع الاسف يعني حكم وتجاره وغصب، حتى العرب ما يصدر الا بامر فلان وفلان ياخذ منه كوميشن. يا ناس اكبروا شوي الله يهديكم، اكبروا شوي والله يا حبيبي. انا تطلبون مني حل عقب ما خلصتوا يعني عقب ما عرست صكت رجليها يا احمد. انا اللي خطب وانا اللي اعرس وانتم اللي تعرسون، والله مشكله. لا انا والله مكلم عشان اساعد. والله اخوي احمد اني استغرب منكم يا اخوي احمد. اي والله عشان اساعد. انا عارف والله انك مثلك الناس انت تبي تسوي شيء تبيض وجهك عند ربعك وذا، لكن انا بعد اكذب عليك صعب. خل نفسك مكاني وانا اخوك. ترضى اللي يصير على امي وعلى الاشياء اللي يصير علينا، ما حد يرضى على حد. لكن وش اقول لكم الا حسبنا الله ونعم الوكيل عليك. بس نبغاك طال عمرك بس نشوفك الحين نبغاك والله انا اقول لك يا انا شوفني وش تشوف فيني وانا اخوك، وش تشوف؟ نساعد طال عمرك إنه والله ودنا نساعدك ونحل مشاكل. ما حد يقدر يساعدني. انا بقول لك حاجه، الناس هذه لن انت تتكلم عن ناس اعرفهم انا تماما اكثر منك، والله اعرف حتى ما يدخلون الحمام. اعرف هالعالم هذا اللي يعندون هم اصلا لو يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ما لا هي منة منهم ولا هي ضعف. حق الانسان كان قال كلمة واحدة عبد الله بن عبد العزيز، الشرع طبقوه على ذا وذا. اصلا ابوي لا يورد لا نظاما ولا شرعا، لانه في الدين الاسلامي اذا تزوج الشخص في سورة النساء اقراها، اذا تزوج الشخص على حرمته غير راضية ما يورث. وبعدين في اذا كان بينهم شرط وصية او دين، الشرط واضح حتى لو انه اخفى الدفتر، لان امي عقب ما توفى اخواني الستة واخرهم متعب قبلها بسنة جابت كتابة عدل واعطتها خلته اجبرته يتنازل عن حقه بالورث لها. وش معناها؟ معناها في اتفاقية، ولكن مع الاسف التعاطف هذا والتخاذل هذا لانه شد لي واقطع لك، لانه للتونسية علاقات مع التونسية اللي هناك عند الرجال الثاني وانت خلاص ما يحتاج اوضح هذا اكثر من كذا. لا بس على والله ودنا يا سمو الامير انك ترجع ونشوفك. وان شاء الله بتشوفني ان شاء الله، بس عقب ما تنظف ان شاء الله سبحانه وتعالى. قلت يا رب يوم طلعت وجاب الله سبحانه وتعالى هالموجة، وان شاء الله انها بتنظف كل هالبلد من كل الطغاة والبغاة والمستبدين والظلمة وكل من يتبع لهم ان شاء الله. ومن قاعد تحت راح مع مزبلة التاريخ، ومن طلع مع موجة رب العزة والجلال اللي تغير في كل 100 سنة أو 200 سنة، والحمد لله والأمعة في حد ما يحاسب. وهذا ألذ ما فيها، وأنا مستانس على العناد، لأن العناد بيخليني آخذ اللي برا وأممه وبعدين ألتفت اللي جوا. اللي جوا ما يروح يقول على من بيده العين، والله سبحانه وتعالى يقول لا ضرر ولا ضرر. كل شيء انضربه مشروع يفوتني كل شيء هم يدفعون قيمته، لا تخاف. والله ودنا عادنا على ما قال هذا بلدك وهذا ولا هلك الله يسلمك. لا بلدي ما يشكك ابدا، بلدي وطن. لا اهلي لا امي الله يرحمها كانت تقول اهلك من كرموك وعزوك واحترموك. وطني هو المكان اللي يرزق فيه، ولكن وطني ما يحتاج. لا الوطن مو بس ما انا ودي انهم يلغون اسمي عشان يلغون اساميهم كلها. انا جداني اثنين اللي يكونوا البلد، محمد اللي حارب وركز وتنازل عبد العزيز، معروفة هذه ما يبغى لها، وكتبناها بمكتبة التاريخ، والآن جالس ألف الكتاب حقيقة تأسيس الدولة وبوادر سقوطها. وهذا الكتاب تألفه الآن يا سمو الأمير؟ إيه خلصته الحين، بنشر إن شاء الله. وفي بعد كتاب ثاني حقائق آل سعود وكيف يربوا في بيوتهم،
حكيت عن مخالط العبيد، وحكيت عن كل شيء بالحذافير وش مر علينا وش ما مر علينا، وكل شيء قالوه لامي قالت ام امي له، وكل شيء بذكر وذا باثباتات وادله وبعضها مسجلها.